إذا كان تعريف من دون الله أي غير الله، إذا كان تعريف من دون أي غير الله، فجميع الخلائق هي غير الله، صح ولا لا؟ الملائكة هي غير الله، الأنبياء والرسل هي غير الله. فالله عز وجل يقول فلا تدع من دون الله ما لا يضرك ولا ينفعك. فهنا إذا كان من دون الله لا تدعيه. قوم موسى دعوا موسى ولا طلبوا من عنده ما طلبوا، صح ولا لا؟ أخوة يوسف طلبوا لو ما طلبوا، صح؟ هل هم هنا اتخذوا إله؟ احنا مو قلنا كل ما يدعي من دون الله يتخذ إله؟ قلنا يحط لك 3 شروط. الشرط الأول إذا كان غائب، إذا كان ميت، إذا كان غير قادر. 3 شروط يحط. احنا قلنا بهذين ال3 شروط خلينا نحط الإنسان بين الحياة والممات، 2 هن نركبهن عليه. اللفظ يا موسى ادعو لنا ربك، أروح له وهو عدل أقول له يا موسى ادعو لنا. إذا رحت له وهو ميت هم أقول له يا موسى ادعو لنا ربك، نفس اللفظ ما تغير اللفظ، صح ولا لا؟ الشيء الثاني النية مالتي باليوم رحت له، هل أنا نيتي باليوم رحت له هو إله لو عبد واسطة، صح ولا لا؟ باليوم عدل، أنا أحسب اليوم عدل، باليوم عدل رحت له. خب باليوم مات، هم هاي النية لو غيرها تغيرت؟ لا ما تختلف، إذا ما تختلف نفس اللفظ. فأنا أقول لك هم من رحت له هم كان عندي نية بين هذا عبد يكون واسطة إلى الله. قاعد أقول لك يا موسى ادعو لنا، يا عبد النبي طالب كان عدل وكان ميت أنت ما راح فرد تدعي منه، عفية تدعي من الله سوى بواسطة. عفية. وين اختلفت صار الخلاف؟ الخلاف صار تو ذكرنا لكم، وهو اللفظ صار الخلاف بيناتنا على كان حي أو ميت، بين الحياة والممات. 3 شروط ظلت الحياة والممات. إذا موسى عليه السلام رحنا له وهو عدل من دون الله لو ما من دون الله، فشلون تروح قلت له يا موسى ادعو له، يا رسول الله ادعو له، فش يدعي لنا الله. خوش باليوم مات احنا هم دعينا لو طلبنا منه يدعي لنا الله، انه طلبنا منه نفس الامر، صح لو لا؟ فوين قلت لك الاشكال؟ الاشكال بكان واحد، بالتعريف مال من دون الله. تعريف من دون الله اكو اشكال. اذا كان غير الله فما يجوز له اروح له وهو حي وهو ميت، كلا الامرين ما يجوز اروح له، سواء كان الميت او حي، فاللفظ واحد عباده. فعلي بن ابي طالب وهو من دون الله لما من دون، لا تعريف الوهابي من دون الله. اذا علي بن ابي طالب عدل وروح عدل لله، يا علي بن ابي طالب ادعي له الله، جائز ولا جائز؟ شلون هو من دون الله شلون اقول له ادعي له الله؟ انا قلت له ادعي له الله، صح ولا لا؟ خوش مو مشكله، خوش اذا مات وقلت له يا علي بن ابي طالب ادعي له الله، هل انا عبدته؟ شلون تقول هو من دون الله؟ لما تو قلنا حط واحده من الشروط هذول اللي يدعي اكو شاكين بس لا اذا تقربا الى الله او من الصح عفي. هسه تعريف من دون الله شو يكون؟ كل من تدعيه وتقصد به الالوهيه او تقصد به صفه من صفات الربوبيه فهذا من دون الله. مثل ما المشركين كانوا يعبدون أصنامهم يظنون هي تضر وتنفع والشافي وتمرض وتغني وتفغر، صح ولا لا؟ لأن كانوا يتخذونها أرباب المتفرقون كانوا يتخذون بها يا رب. ففرق بين اللي يقول لك هذا عبد مملوك لله فقير لا يغني من أمره شيئا ولكنه واسطة بين الله وبين الله، فرق بين هذا وذاك اللي يقول لا هذا هم رب. فما تقدر آيات المشركين تحط على مسلمين. وضحت هاي النقطة ولا ما هي وضحت يا أخي؟ هذا والله أعلم حول المعنى باختصار. يا أخوان اختصرت لكم الوضوح حتى لا